كتير مننا يا ستات ممكن يقع في الغلطة دي. أنا شقتي نضيفة، أنا لسه عاملة تنظيف عميق ويوم ورا يوم ورا يوم سيبنا الشقة الدنيا اتبهدلت حواليكي ومبقيتيش عارفة تلمي من هنا ولا تلمي من هنا، وكل تعبك اللي تعبتيه راح على الفاضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وفيديو جديد. معاكم أم ملك من مطبخ لوكا، يا ريت اشتراك في القناة ولايك من إيديكم الحلو. انا هنا طبعا اول حاجه عملتها ان انا بفطر فطار خفيف زي ما انتم شايفين، وبتمنى من ربنا ان الكحك والحاجات دي تخلص بقى من عندي، لان بجد الواحد خارج من رمضان من عصاير وحلويات وكمان البسكوتات والكلام دوت، ربنا يستر بقى. طبعا انا علشان ما اوصلش للمرحله دي واقول يا بيتي كله اتبهدل هجيب من هنا ولا اعمل من هنا ولا اعمل ايه، لحقت شقتي لاني شفتها انها بدات تتبهدل. طبعا انا هنا خارجه من رمضان من العيد بغسيل كتير جدا. ايه هو الغسيل ده بسبب ايه؟ ان انا طبعا شلت فرش الشقه كله مره واحده. انتوا عارفين انا شلت فرش الانتريه مع السراير كلها، كل ده ومع الغسيل اللي احنا قلعناه كمان، كل ده عمل وفوت وبتاع، عمل غسيل كتير جدا. بحط غساله الصبح وغساله بالليل بس مش ملاحقه على الغسيل. المهم الحمد لله قرب يخلص. اول حاجه طبعا لميت الغسيل مع الحبل، طبقته ورصيته في الدولاب، كل اللي عايز يترص في مكانه رصيته. وببص للريسبشن بقى، لقيت اللي ذاكر رمى حاجته ما شالهاش، اللي جاب شلته قعد عليها ما شالهاش، اللي شرب في كوبايه، اللي كل في طبق، كل ده لقيته حواليا بدأ يتبهدل الدنيا. حبيت ان انا الم الدنيا بقى كده بسرعه، روقت الريسبشن الترابيزه، شلت كل اللي عليها. رحت على الانتريه ظبطت طبعا الدنيا، شلت الشلته وبص، اللي جاب شلته ما شالهاش من مطرحها تاني، رغم ان يعني ما هي شلته ما هياش تقيله ولا حاجه، بس لا ماما تعمل، هي ماما اللي ست البيت والمفروض انها تعمل، وهم يقعدوا يتفرجوا على ماما. انا طبعا يعني مش عايزه اتك على ملك قوي، لان هي في فتره امتحانات وفتره مذاكره وكده، وانا سايباها براحتها شويه. وهنا طبعا ان انا قلت المع بقى الترابيزات، اكنس، المع البيو، اظبط الدنيا. طبعا هو مش تنظيف عميق ولا حاجه، وفعلا احنا شقتنا ما هياش، شققنا كلنا طبعا اكيد ما هياش انها اتدهولت قوي ولا حاجه، ما لحقتش. لكن عشان ما سيبهاش للبهدله قوي، ان احنا طبعا ايه يعني الترابيزه عايزه تتمسح، الارض عايزه تتكنس، شويه مواعين يتغسلوا، بوتاجاز يتمسح او يتغسل، حمام تظبين الحوض تظبين الحمام كده. كل دي وحاجات بسيطة بإذن الله وتخلص على طول، مش هتاخد في ايديكي ساعة زمن في البيت. وده فعلا اللي حصل معايا، اللي انا عملته كل ده ما خدش مني تقريبا ما فيش ساعة، وكنت مخلصة كل حاجة من مواعين لكل حاجة. وهنا قلت اما اكنس بقى الارض وكده، وبعد كده ادخل اشوف انا ورايا ايه في المطبخ. دخلت على المطبخ، ايه اللي انا بعمله ده تدميس فول. ماما أم ملك احنا لسه خارجين من رمضان والفول والحاجات دي، اللي جرب فول البيت مش هيقرب ناحية فول الشارع تاني. وده اللي حصل معايا. انا لما جربت فول البيت انا خلاص يعني باكله وانا مغمضه. انا طبق الفول بتاع الشارع ده انا كنت لازم افضيه من الكيس، ابص في الطبق كويس جدا قبل ما اكل لقمه منه. لكن ده بجد والله الواحد بياكله وهو مغمض. المهم يعني سبت الفول على النار وقلت بقى اما اعمل الاكل. انا بعمل ايه النهارده؟ انا هعمل فاصوليا ورز ولسان عصفور. اي نعم احنا خارجين من رمضان وكان طبيخ كتير، وكان يعني لحوم والحاجات دي كتير، بس هعمل اكل ايه؟ ما هو من حيرتي انا ما بقتش عارفه اعمل اكل ايه بصراحه، وهو ده اللي جه في دماغي. انا خرطت بصلتين يدوب دبلوا كده بسيط، انا ما حمرتهمش ولا حاجه. انا ما بحمرش البصل في الخضار، انا بسيبهم يتبلوا بس مش اكتر، علشان الطبيخ يبقى مسكر. وده اللي والدتي علمتني عليه. وفعلا زي ما انتم شايفين كده انا جايبه نص كيلو فاصوليا. انا طبعا مش جايبه نص كيلو ولا حاجه، احنا فاصوليا جايه لنا من البلد هديه، من عند حماد بنتي. شويه حلوين كده، اخدت منهم بتاع نص كيلو، والباقي كله انا غسلته وقطعته وسبته يتصفى من ميته. وبعد كده جبت معلقتين سمنه على معلقه زيت، وقلبتهم في حله كده يدوب بتبخروا مش اكتر، بمعلقه سكر، وسبتهم لما يبردوا خالص، وحطيتهم في اكياس وحطيتهم في الفريزر. وهنا الفاصوليا انا برضو حطيت الفاصوليا في قلب البصل، وسبتهم شويه كده يتبلوا مع بعض. وبعد كده بحط الطماطم بتاعتهم وبحط الملح بفلفل، وبسيبهم برضو كده مع الطماطم والملح وفلفل، بوطي النار وشويه كده. وبعد كده انا بحط الشوربه بتاعتهم باللحمه. وقلت اعمل الرز عقبال ما الفاصوليا تدبل شويه مع الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي. تمام. طبعا انا بحب الاكل كده يعتبر كانه ني في ني. هو طبعا مش بصله متحمره ولا حاجه، لان بيبقى الاكل فعلا مسكر. وهنا هو بعد ما خلاص الطماطم فكت، لان انا كنت حطاها في الفريزر وانتوا عارفين انا بفرز الطماطم بتاعتي كلها. وبحط هنا الشوربه بتاعتها والملح بفلفل ومعلقه الثوم او نص معلقه ثوم، وبسيبها بقى، ومعلقه السكر على فكره ما تنسوهاش لانها بتدي طعم حلو قوي.
وبحط طبعا اللحمة بتاعتها وبغطيها على كده وبسيبها لغاية ما تستوي. وبكده الأكل بتاعي خلص، والأكل كده بيبقى خفيف جدا على فكرة لما ما تحمريش البصلة، ويعني بيبقى ني في ني كده، بيبقى جميل قوي. وده اللي علمتنا عليه أمي. وهنا خلاص الأكل خلص وحطيت اللحمة، وبسيبه بقى لغاية ما يستوي، وبعد كده بطفي عليه. طبعا أنا كنت حاطة غسالة، قلت المفروض إن أخش بقى أنشرها، ودخلت فعلا نشرتها، وبعد كده هشوف ايه اللي ورايا تاني. أنا طبعا كان عندي لفة قمر الدين، نص لفة قصدي، معلش. ارميها يعني من رمضان لو سبتها بصراحه كانت هتترمي. فقلت بدل ما تترمي خساره، انا نقعتها من بالليل برضو في قلب شويه ميه، وبعد كده حطيتها على النار بكيس برتقان انا كنت مفرزاه في التفريزات، وحطيته عليها. وبعد كده جبت معلقتين نشا، دوبتهم في شويه ميه وهو بيغلي على النار هم مع بعضه، البرتقان بالقمر الدين. وحطيت النشا ودوب لغايه ما يتقل كده شويه، وحاطه السكر طبعا تمام، بدوق وبشوف السكر اللي انا عايزاه قد ايه، وبكده خلاص خلص. حطه على الرخامه بقى كده لحد ما يبرد شويه، وبعد كده بحطه في الاطباق، واحط عليه أو جوزين دي زبيب اي حاجه، ودي تحليه بعد الاكل. وبدل حرام ما كان هيترمي، والحاجه احنا جايبينها غاليه، وانا عارفه طبعا نفسي لان ده حصل لي في رمضان اللي فات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش بقى يا جماعه الاشتراك في القناه واللايك والتعليق حلو منكم، لانه بفرح جدا بتعليقاتكم.